اسأل. بصي أنا هسألك سؤال تجاوب عليه صح عشان مش تجاوبي غلط. جاوب صح؟ بصوا شكل الكفتة هي يا جماعة، شايفينها؟ دي اما اتحطت في التلاجة بقى واتشمعت اهي، بصوا لو بتلزق سيكة كده. صبعوها كده أو عملوها كور زي ما انتوا عاوزين، بس الصوابع بتبقى أحسن عشان تعرف تحطيها في الساندوتش. خلاص هي مبتلزقش أوي بس يعني فيها سيكة كده، بتمسك سيكة، بتحطيها هنا على البقسماط. يلا اسألي انت سؤال جاوب عليه غلط في خلال ثانيتين من غير ما افكر. ايه اكتر فاكهة بحبها؟ المانجا. بس نظرا ان انا ما صورتش اصلا الكفتة بالفراخ اللي انا عملتها، هقولكوا كده طريقتها سريعا وانتوا اكتبوا ورايا. ثواني يا سيدي، مش هقولكوا طريقتها بقى سريعا كده وانتوا اكتبوا ورايا. هتجيبي كيلو بانيه افرميه، لو انتي ما عندكيش مفرمة في البيت روح عند بتاع اللحمة خليه يفرملك الكيلو بانيه. كيلو بانيه عليه كوبايتين دقيق، اللي هي كوباية مودني دي بتاعت الشاي. هتحطي كوبايتين دقيق، نص كوباية من نشا ومعلقة ممسوحة من البلها. أنا هسألك خريجة ايه؟ بصوا دي الكفتة اهي، الزيت مفكتش محصلناش اي حاجة. اوعوا حد يعملها بيض، معادش يعملها بيض خالص، والزيت ميقدحش قوي وميبقاش يعني لا يقدح يبقى سخن قوي ولا. اسألني سؤال، اسألك انا سؤال تجاوب عليه غلط. اسألي قلت عليه ايه، جاوبي غلط. 6 في 6. ويا ريت قبل ما تحطيها في تصبعيها وتحطيها في الفرن او تحطيها في الزيت، سيبيها على الأقل نص ساعة أو ساعة في التلاجة أو في الفريزر تتشمع علشان ما تفكش منك. ماشي، وبعد كده هتلاقي قوامها حلو أوي. تمام، متنسيش تحطيها يعني حتى ما تيجي تحطيها في الفرن بعد ما تصبعيها في الصينية. بس يا سيدي بعد
تسألي سؤال وأجاوبك عليه غلط. أسألك سؤال تاني. وبعدين نص حزمة كزبرة وبتحطي طماطميتين مبشورين وهتنقي تاني ايه بس عشان مننساش. لا بس وبعدين ايه تفضلي ايه بقى تعجنين كده كأنك بتعجني عجينة، تفضلي تعجنيها هتلاقي في الآخر القوام بتاعها بيلزق، تلاقيه بيلزق كده. فكل ما تلزق ما تحطيش دي عشان ما تكتميهاش، انت هتلاقيه بيلزق عادي. انا جبت ورق زبدة، صبعت الكفتة حطيتها على ورق الزبدة عشان ما تلزقش، وحطيتها في الفرن على درجة حرارة. انا مش بصور فيديو بصور عمال اعمل كده. هسألك سؤال دلوقتي جاوبي غلط، ماشي؟ أبوك اسمه ايه؟ محمد علي. أيوة. أخوك الصغير اسمه ايه؟